لو الجلالة خدت الواحد كده في العادي والغرور بلاه، ممكن تلاقيه بيتنطط على خلق الله كده ويقول انت مش عارف انت بتكلم مين، انا فلان الفلاني. لكن الشبيه بقى لما يحب يعمل كده هيقول انا مين؟ انا العندليب الابيض. عندنا في مثل بيقول الصيت ولا الغنى، وده مثل معناه في الاصل انك لو سمعتك كويسه احسن من انك تكون غني ومعاك فلوس. لكن معناه الواقعي اللي الناس بتستخدمه هو ان المظهر اهم من الجوهر. يعني انك تكون مشهور بان عندك صفه كويسه اهم بكتير من انك تكون فعلا غني بالصفه دي من جواك. طيب هو مين عنده المظهر اهم من الجوهر اكتر من الاشباه؟ ده الموضوع ده المظهر فيه هو كل حاجة، وكل ما يكون الجوهر مش موجود الموضوع هينجح أكتر. وهنا قمت عامل العادة بتاعتي اللي أنا مدمنها ومش بعرف أبطلها. العادة بتاعت إني دايما بسأل نفسي سؤال، وكان السؤال المرة دي لو حد قال لي أقل من نفسي وأخفي هويتي قصاد نجاح بالشكل بس مش نجاح حقيقي، أوافق ولا ما أوافقش؟ هل بتعتبر اللي انت حققته نجاح ولا نجاح مبني على اسم محمد منير؟ حلو السؤال ده، انا اول مره اساله بس هجاوب عليه. النجاح دي بركه بتيجي من سيدنا النبي. وقبل ما اسال نفسي السؤال ده فضلت افكر كتير، هو موضوع الاشباه ده بدا امتى؟ الموضوع ده عمر ما هيكون ليه كتب مثلا بتتكلم عنه ولا ليه اي تاريخ. وانا هنا قصدي على الاشباه بتوع اشباه الممثلين، اشباه لعيبه الكوره بتوع التيك توك والناس دي يعني. فاعتمدت على الذاكره اللي صحيح ممكن تكون خداعه، زي ما حكيت لك قبل كده في اول حلقه عملناها في البرنامج ده، اسطوره اللاعبين القدامى. لكن ما كانش قدامي اي حل تاني غير اني اعتمد عليه. لما بدات افتكر لقيت ان الموضوع ده تقريبا بدا بشكله الحالي اللي عارفينه ده بدري شويه، مع واحد كان اسمه نصر حماد او شبيه عادل امام. سعادة البيه وصل. اعتقد يا معلم انهم كانوا مسروقين قبل كده يعني. ده انتوا مسروقين قوي يا جدعان. حلوة. وده راجل ممثل كان موجود في مصر في فترة الثمانينات كده، وكان بيطلع في الأفلام عشان الشبه بتاع عادل إمام ده في أحيان كتير. لهذا الحد الشبه بينك وبين الأستاذ عادل إمام إيه ده أنا حاسس إنه يعني مثلا أخوك مثلا. والله ده بتاع ربنا يعني، ده شيء أنا ماليش يد فيه. بعد كده حصل زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت بتاعت القدوة، إن في ناس بقت بتحب ناس معينة لدرجة إنها بقت بتقلدها في كل حاجة وكل تفصيلة مهما كانت صغيرة، لغاية ما وصل التقليد لحد اللبس والشكل وكل حاجة. وهنا كان الموضوع حب من الشبيه للشخص الأصلي، أو ممكن يكون معجب بيه لحد الجنون. لقيت اوضتك اللي جوه زي اوضتي. انا عندي اوضه زي دي بالظبط زي اوضتك يا نور، وفيها كل الحاجات اللي جوه اللي لقيتها جوه في اوضتك. طبعا. والدنيا فضلت على كده لحد ما انتشر التيك توك في مصر في فترة الكورونا. هنا بقى الدنيا اتغيرت خالص. امبابي لاعب منتخب فرنسا، واحنا ماشيين هنا في مصر لقينا شبيهه الخالق الناطق. يعني يمكن لو شفتوهم هما الاثنين جنب بعض مش هتعرفوهم من بعض. عندي 45 سنة وشبه رشدي أباظة. انت حفيد اسماعيل ياسين. يا ابن حبيب لو انا حفيد اسماعيل ياسين هفضل عايش لحد النهارده. شبه فان دايك، الناس كلها بتقول عليك ان انت شبه فان دايك، لاعب منتخب هولندا ولاعب نادي ليفربول. انا شبه فان دايك. اوعى يا عم، الناس كلها بتقول عليك انت فان دايك الغلابه. قعدة محمد إمام بالظبط، بصة محمد إمام، ضحكته كمان. هو إيه، شفايف فايف هي العيون هي الودان الشعر كله هو. لو انا ابن اسماعيل ياسين هفضل عايش لحد النهارده. تنمر عليك طازه، عايزك تثق فيها وتقول طاسه. صوروا؟ ده تاني مره. صدف غريبة. تاني مره شبيه احمد العوضي تاني. عايز اصلي الظهر فدخلت المراحيض اللي هي جنب الاستراحه بتاع مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي. فلما دخلت لقيت الوليه بيقول لي سبحان الله لا اله الا الله، علقت على كده. قالت لي انا فكرت الشيخ محمد متولي الشعراوي طول عمره طول وجان يزورني. وبعدين لو انا اخو اسماعيل ياسين هفضل عايش لحد النهارده. لما تيجي نازله على بذره اوجاع تكبر الشجره تطرح اوجاع. ايه الشغله دي؟ ترند رقم 1 في مصر. هل ده كان مقصود ولا انت تلقائيه؟ ربنا الحمد لله، ربنا كرمني والناس كلها بتدعمني. الشهيد محمود السيد، ومعانا النهارده شبيه جعفر العمده الفنان كريم المعروف المحبوب. مساء الخير. مين اللي جابك على الدعوه او مين بعت لك الدعوه لوفاه الشهيد؟ والله اللي بعتت لي الدعوه مكرمه اخت ليا، فوالله يعني اتمنى له الرحمه والسعه والسلامه. يعني اليوم النهارده جميل والله، يعني هو ربنا بيحبه. عجبك اعتبرها مقاسك، عيش بقى باحساسك. شباب دبح حداثه. انت زيه اهو قدامنا في الشكل،
طب في المهاره عايزين نشوف مهارتك. كنت تورينا حاجه؟ وقتي لسه جاي من النادي ولقيت امي، لسه جاي من نادي الكوره ولقيت امي عامله لي محشز لو انا اسماعيل ياسين هفضل عايش لحد النهارده. لازم تقول لنا اعمل اللي انت شبيه مبابي. اربعه محمد صلاح. فان ديزل طبعا غني عن التعريف، الحانوتي، فان دايك، دي ماريا، نيمار، صلاح، بنزيما، ماني، كرارة، الاستاذه الكبيره طبعا عارفين، كان على عيني، غني عن التعريف رحمه الله عليه. الفكرة في اللي حصل ده هو انه زاد وانتشر وكبر، وكل شوية حد جديد يظهر ويقول لك انا شبيه فلان. في الاول انا كنت مستغرب هي الناس دي بتعمل كده ليه، لحد بقى ما فهمت اللي فيها وحكيت لك عليه في حلقة الاعلام بالتفصيل. كل اللي هم بيعملوه ده علشان خاطر التفاعل، وزي ما قلت لك ساعتها عشان التفاعل بيجيب فلوس، والتفاعل بيجيب فلوس، التفاعل بيجيب فلوس، التفاعل بيجيب فلوس. والناس دي حصل عليها تفاعل كبير جدا من كل الناس، ولسه بيحصل عليها تفاعل لحد النهارده، بما فيه الحلقه اللي انت قاعد بتتفرج عليها دلوقتي دي، ولسه ما عملتش برضو لايك ولا سبسكرايب ولا عملت شير للحلقه حتى. وبعد بقى ما الناس في السوشيال ميديا كبرت الموضوع، مين بقى دخل في الخط وكبروا زياده؟ التلفزيون. برامج هنا وهناك كل همها تستضيف الاشباه عشان تطلع ترند، والاسئله ما بتتغيرش. انت امتى اكتشفت انك شبيه على كده؟ جدتي من 6 سنين قالت لي انت بتشبه ابن محمود عبد العزيز. من زمان جدا، من حوالي 20 سنه. ابني ده 11 سنه، فوجئت لقيته بيقول لي يا ماما انت شبه عبله كامل. انا وانا صغير ما كنتش شبيه للرئيس السادات، كنت شبيه محمد منير. ولما كبرت شويه كده من 25 ل 30 كنت شكل احمد زكي. الناس بقى لما بتشوفك في الشارع بتعمل ايه؟ انا الناس هي اللي بتجري ورايا، الناس هي اللي تقول للاستاذ عادل يا استاذ عادل، ابص الاقي الناس جرت ورايا، محمد رمضان شبيه منير. الناس هي اللي بتقول طب انا اعمل ايه للناس؟ يعني واحده مثلا راحت مصوته قعدت تتنطط ورشدي وبتاع، ناس توقفني في المترو، على فكره انت شبه عبله كامل. حاسه انه احمد العوضي هو اللي قاعد قدامي. ليه بيخش زوم كده لو سمحت؟ ايوه خش كمان زوم، خش زوم يا احمد، خش يا احمد زوم، خش زوم كمان، خش كمان زوم، خش كمان. احنا حاسين ان انت فعلا شبه جعفر عمده اكتر، لكن مش شبيه الفنان محمد رمضان. طب عمرك قابلت الشخص الاصلي اللي انت شبهه ده؟ عمرك شفته وقعدت معاه ولا ايه اللي حصل؟ بقينا اصحاب وبقينا اصدقاء، بقينا 7-8 سنين هو اصدقاء. اعجب بيك يعني؟ متابعني من السوشيال ميديا اول باول وبيعمل لي الفولو. طب ممكن بقى تمثل لنا حته بقى من الشخص الاصلي دي؟ اقسم بالله لا اله الا الله، وتعب جدا ان انت مثلا تشتغل على شخصيه، تقعد مثلا توفر وقت كتير قوي من شغلك عشان تقدر تجيب تروح ورش هنا وورش هنا. الموضوع مش بالسهل. اقل الكلام يا سايب. هو دخل عليه في البار قال له تعلم بيه؟ قال له حق الله نجل انت مين، لكن اعلم بثمن الصعيد اللي انت مديله على شيكات ب10 مليون وما بتحصلش منهم حاجه. شايف اللمه اللي حواليك دي مش هينفعوك على الله حكايتك. ايه ده انت هو قوي، ايه ده ازاي؟ حد اجنبي اسمه جاي ده اصلا كان يفكرني انا محمد رمضان وكده، جه عمل لي كده قال لي برافو، فاخدني بالحضن وكده. انا مستغرب، راح قال لي محمد رمضان. بصراحه قلت له ايه؟ فقال لي تعالى ناخد صوره. لا مش ممكن هو يا عم. لا مش هو، والمصحف هو الممثل يا عم. اشبه له شريف انا اسمه نمور. ايوه بطيخه، مش ممكن هو يا عم. لما الناس بتعرف انها شبيه محمد رمضان بالعكس ما بيقلدوش مني. فنان محمد حمدان. عيب عليه. يوم والد استاذ محمد رمضان، اليوم اللي هو توفى فيه يوم الجمعه الساعه 5 الفجر، ده يوم مميز بالنسبه لي. ليه؟ عشان انا ابويا ميت في نفس الميعاد، انا والدي ميت في نفس الميعاد ده، يوم الجمعه الساعه 5 الفجر. هي دي الروح التلاكتر. وهكذا بقى، وشويه اسئله من اللي انت عارفها واللي قلبك يحبها دي. وطبعا لقاءات التلفزيون دي بياخدوا فيها فلوس، مش بيطلعوا لله والوطن يعني. تالت حاجه كبرت الموضوع ده بقى هي الاعلانات. في اعلانات بقت تجيب الاشباه بدل ما تجيب النجوم الحقيقيين. ما اصل الاشباه دي ترند، وكمان هتخلي الناس العاديه تقول لا هو احنا وصلنا للدرجات دي خلاص؟ هم دول اللي هيعملوا اعلانات؟ ويفضلوا يتكلموا على الاعلان اكتر، والمنتج ساعتها يتعرف اكتر. وكمان في نفس الوقت الاشباه دي اجرهم ارخص من النجوم الحقيقيه. كل الحاجات دي خلت الاشباه عايزين يكونوا موجودين بشكل متواصل، لان الموضوع طلع مربح. وكمان طمعت ناس جديده انها تكون اشباه لاي حد بغض النظر هو شبه مين. المهم انه يدخل في الدايره دي وخلاص. وبقى في منهم ناس مصرين على انهم اشباه حتى هم مش شبه اي حد، لكن هيفضلوا مصممين عشان الموضوع
بيجيب فلوس. شبيه مبابي شبه هشام الجخ اكتر، بس هو ما اختارش السهل. ممكن واحد دلوقتي يقول لي طب هو انت يا حاج جاي عليهم كده ليه؟ ما هو مثلا زمان كان في ناس بتطلع على التلفزيون وتقلد الفنانين وكان بيتعمل لهم حفلات كمان. طبعا السؤال ده ما جاش في دماغ اي حد باللي بيتفرج، لكن انا قلته عشان انا عايز اعمل المقارنه دي. الناس اللي كانت بتقلد دي كان معروف هم مين. يعني مثلا الناس كانت عارفه ان ده واحد اسمه محمود عزب وبيقلد الفنانين، او اسمه ماجد القلعي، او ايا كان بقى. المهم ان الشخص ده ليه هويه ومعروف وكان بيستعرض موهبه عنده، لكن بعد العرض خلاص بيرجع لشخصيته الحقيقيه. لا انا ما بضحكش كتير. انت فاكرني بضحك؟ لان المساله على المسرح. لا في الانترفيو حاجه مختلفه خالص. ما انا بقى مش انا اللي بتكلم. لكن تقدر تقول لي شبيه فان دايك ده اسمه ايه؟ عمرك ما هتعرف، عشان الواحد منهم بيكون كل هدفه انه يخفي هويته قدر الامكان ويستخبى في شخصية حد تاني ويقول انا شبيه ليه. والغريب ان دي حاجة في العادي والطبيعي مش حاجة حلوة ولا كويسة. يعني انا لو في وقت جيت وقلت لك لا مؤاخذة يعني انت نكرة، هتزعل وتاخدها على انها شتيمة، او جت سيرتك وقلت عليك اللي ما يتسماش، او انت واحد ما عندكش هوية. مدير مثلا حابب يقلل من الموظفين اللي عنده فيقول لهم انتوا مش موظفين، انتوا اشباه موظفين. وكذلك مدرب الكوره هيقول للعيبه انتوا اشباه لعيب. هم بقى اخدوا كل الشتايم وقله القيمه دي، وكل ما حد هيقولها لهم هيكون دليل نجاح مش فشل. تعبت ايام وليالي والرب يا اخويا علاني، مشواري طويل ربي كريم الناس كلها عارفاني. في العناوين والاخبار كله بيتكلم عنه، بيقولوا شبيه مبابي ده شبهه اكتر منه. حاجه غريبه والله. والاغرب من كل ده ان الناس العاديه بدات تتاقلم مع الوضع ده عادي. يعني مثلا واحد زي شبيه محمد منير الناس بدات تجيبه في حفلات وتدفع له فلوس عشان يغني. طيب هي الناس بتعمل كده ليه؟ يعني ايه اللي هيخلي شخص يجيب واحد ويدفع له فلوس عشان هو بس شبه واحد تاني؟ اول سبب هو الماديات. يعني مش كل واحد يقدر يجيب محمد منير في حفله ولا فرح، لكن عادي يقدر يجيب شبيه منير حتى لو شبيه منير ده ما بيعرفش يغني، او لو بس هيحرك شفايفه على صوت اغنيه لمنير الحقيقي شغاله في الخلفيه. ده ما بيكونش هامم الراجل اللي جابه، لكن اللي همه فعلا هو الشكل من بره كده. طالما قريب للشكل الحقيقي خلاص مش مشكله. الليله يا سمرة يا حمارة، الليله يا سمرة انا كنت ماشي. ما خلاص يا كركر مش فرح امك هو. والسبب التاني وده الاخطر بقى، وده اللي انا اصلا جاي اتكلم عنه في الحلقه، هو ان الناس ما بقتش تهتم باصل اي حاجه. يعني الشيء الاصلي والشيء التقليد الاتنين بقوا عندهم واحد. وممكن في احيان كتير كمان يكونوا شايفين ان الشيء المضروب ده او المتقلد هو نفس الاصلي عادي لكن سعره ارخص. وهنا دي كارثه ومحدش واخد باله منها. هتقول لي جرايه يا حاج انت مكبر الموضوع كده ليه؟ هقول لك يا ابني الموضوع كبير لوحده بس انت اللي مش واخد بالك. الناس من كتر اللي حصل من الاشباه ومن قبل الاشباه كمان بقت متقبله فكره انها تقبل لنفسها المضروب، وكمان يوهموا نفسهم ان ده هو الشيء الحقيقي عشان الاتنين شبه بعض من بره. والتقبل وصل عند مجموعه من الناس لقناعه ان فعلا مفيش فرق. يقول لك هو مش ده كذا وده هو. طب ايه الفرق يعني؟ ما بقوش يحسوا بالجوده ولا بالقيمه، وده مخلي الحياه شبه حياه مش حياه حقيقيه، حياه جودتها قليله في كل تفصيله فيها. وبقينا عاملين زي الاغنيه اللي بتقول كله ماشي بالمشقلب كله متلخبط يا عيني، اصل مين يا عمنا اقلب زيه زي الفلسو في عيني. وعلى سيرة الناس بقى اللي بتاخد بالشكل من بره بس، خليني احكي لك عن قصة مضحكة ليها علاقة بموضوعنا اللي بنتكلم فيه ده. في الحرب العالمية الثانية امريكا كانت عايزة تعمل قاعدة عسكرية قريبة من اليابان عشان لو احتاجوا مؤن عسكرية او جنود يكونوا قريبين من مكان الحرب. المهم انهم عملوا قاعدة عسكرية في جزيرة قريبة من اليابان. سكان الجزيرة دي كانوا عايشين في مية البطيخ، ولا يعرفوا ان في حرب ولا يعرفوا امريكا اصلا ولا حتى يعرفوا اليابان. ناس عايشين على الله على هامش الزمن زي استاذ هلال كده. الناس دي صحت من النوم لقت الجنود الامريكان عندهم في الجزيرة وقاعدين عادي، لا بيؤذوهم ولا بيجوا جنبهم. والاغرب بقى من كل ده بالنسبة لهم انهم مش بيصطادوا حاجة عشان ياكلوها، ما هم ما عندهمش مصدر اكل ولا يعرفوا غير الصيد. المهم انهم بدأوا يراقبوا الجنود دول، لقوهم بيصحوا الصبح يعملوا تمارين رياضية، بعدين يشيلوا البنادق على كتافهم ويمشوا ضحية. عندهم برج مراقبة وواحد بيكون لابس سماعة لاسلكي وباصص للسماء، وبعدين طيارة تيجي تجيب لهم معلبات مقفولة جواها اكل. والجنود عشان يقولوا لهم ان هم مش جايين في شر وزعوا عليهم الاكل ده. السكان قالوا بس الطيارة دي هي الاله.
امنت بالطياره. وقالوا ان التمارين اللي بيعملها الجنود دول هي الشعائر اللي بيتقربوا بيها للاله عشان يبعت لهم شويه الاكل الحلوين دول. وبعد ما الحرب خلصت والجنود دي سابت الجزيره، السكان دول بداوا انهم يقلدوا التمارين اللي الجنود بتعملها، وعملوا عصيان خشب بشكل قريب من شكل البنادق بتاعت الجنود، وعملوا من قشر جوز الهند حاجه شبه سماعه اللاسلكي. وكان هدفهم من كل ده ان الاله يرضى عنهم ويبعت لهم اكل من اللي طعمه حلو ده. ولما الطياره ما جاتش راحوا بانيين مجسم للطياره من الخشب وبداوا يعبدوه ويتوسلوا ليه انه يرضى عنهم ويجيب لهم اكل. الموضوع ده اسمه ذا كارجو كالت، يعني عباده البضائع، ومعروف برضو باسم عباده الطيارات. وده دايما بيتاخد كمثال على الناس اللي بتاخد الشكل الخارجي للحاجه من غير ما يفهموا الجوهر بتاعها. لو جينا بقى نبص على الاشباه هنلاقي ان موضوع عباده البضايع ده ينفع يتطبق عليهم. هم لما بياخدوا الشكل الخارجي بتاع الشخص اللي هم عايزين يكونوا شبهه، احيانا بيحسوا ان هم واخدين من قيمته الحقيقيه، وكل ما هو يزيد في الشهره يحسوا ان هم نفسهم بقوا مشهورين اكتر او بقوا اشخاص اهم. مش مهم الشخص الاصلي ده بقى بيعمل ايه، المهم ان انا شبهه من بره. وخليني بقى اقول لك على مفاجاه، ان مش الاشباه بس اللي ينفع يتطبق عليهم موضوع عباده البضايع ده، انت كمان بتعمل زيهم. هتقول لي لا يا حاج خلي بالك انا بعبد ربنا مش بعبد الطيارات. هقول لك يعني هو الاشباه اللي بيعبدوا الطيارات؟ بطل عبط يا ابني وافهم معنى الكلام. الكلام ده معناه ان ناس كتير في المجتمع بقت تطبق المظهر، مش مهم عندها الجوهر عباره عن ايه. يعني مثلا شوف كام واحد بيروح مكان غالي يقعد فيه حتى لو مش على قد امكانياته عشان يحس انه غني، او يمسك ايفون بقسط يقطم ظهره عشان يكون معاه تليفون الرجل الغني، او يلبس زي الغني، او يتصور حتى زي الغني. احنا لازم نبقى بشوات. رايك نشتري جواكت جلد؟ كل الحاجات دي هتخليه في النهايه شبيه للغني، بس مش غني، هيكون نسخه مضروبه مش اصلي، زيه زي شبيه صلاح كده ولا شبيه امير كرارة. ممكن برضه تشوف ده في لعيبه الكوره بتوع دلوقتي اللي بيكون بقى اسمهم ميسي، بيكهام، تريزيجيه، سكولز كده، اللي مش بيكون عندهم اي موهبه مقارنه باللعيبه اللي هم واخدين اساميهم دول. فيعوض فرق الموهبه ده بايه بقى؟ يروح يصبغ شعره نفس لون شعر اللعيب الاصلي، بيحاول يقرب للشكل برضه من بره مش من الجوهر. والمثالين اللي انا قلتهم دول امثله سطحيه، ودلوقتي بقى هقول لك على امثله عميقه اكتر من كده بكتير. كم شركة عندنا في مصر كل اللي يهمها شكل الشغل مش الشغل نفسه. عايزين نعمل زي الشركات الناجحة بتاعت بلاد بره يا جماعة. نعمل ايه؟ نغير شؤون العاملين ونسميها HR. محمود عبد الفتاح بتاع الكافتيريا هنقول عليه اوفيس بوي، وهندلعه ونقول له يا تاح. هنعمل ميتنجز كتير على الفاضي والمليان، هنجيب بين باجز. طب الشغل نفسه يا جماعة ايه خطة الشغل؟ هنناقشها في ميتنج اونلاين ان شاء الله. دي مش شركة ناجحة، دي شبيهة شركة ناجحة. صاحبها مش صاحب شركة، هو شبيه صاحب شركة. مفيش حاجة حقيقية، مفيش منتج، كله منظر من بره بس. الكورة عندنا لما نحب نطورها نغير إضاءة الاستاد، نغير النجيلة أو شكل التيشيرتات بتاعت اللعيبة. طب اللعبة نفسها، التكتيك والتدريب والتمارين اللي اللعيبة بتتمرنها، لا مش مشكلة. الخطة في الماتش إن شاء الله قلبنا على قلب بعض، وإن شاء الله هنكسب عشان إحنا طيبين وولاد حلال. في الآخر ساديو ماني كل مرة يكسبنا عشان إحنا عندنا الكورة هي شبيهة لرياضة الكورة، بس مش هي. حتى في التعليم اللي بقى يهم الناس حفلات التخرج شكلها عامل ازاي، منظري بتيشيرت التخرج هيكون ايه. مش مهم بقى التعليم نفسه اللي انا اتعلمته كان ايه، ولا انا هستفيد منه ازاي. ومن كتر الحفلات دي بقت اهم من جوهر التعليم نفسه. بقت احيانا حفلة التخرج تتعمل قبل التخرج نفسه. مسير الحج يعمل لك حلقة كاملة عن التعليم زي ما انت عايز، بس خلينا في موضوعنا دلوقتي. حتى اليوتيوب كله بقى يتطبق عليه نفس الكلام. افتح كده هتلاقي البرنامج الفلاني شبه البرنامج العلاني، نعمل نفس الديكور، نتكلم بنفس الطريقة، نصور نفس التصوير، لكن المحتوى ايه؟ مش مهم، محتوى فاضي. ما عدا الحج طبعا. يا راجل ده حتى الشعر بقى المهم فيه ان الكلام يكون شبه بعض في القافية ويتقال بطريقة إلقاء معينة، مش مهم المعنى ايه. تعبت فقمت كلمته، ما انا بنته هيفهمني ويفهم اني محتاجة يكلمني ويسمعني، ويفهم اني مخنوقة وحضنه بس هيسعني فكلمته. الو، هموت بجرعة زيادة من الأحلام، حلمي يتشعبط في النور، أعدي مسافات وبلاد وأعدي السور. بالنسبة لك حلمي عناد؟ أيوة عناد. فاكر الاقتباس اللي أنا قلت لك عليه في حلقة الإعلام بتاع العصر الحالي اللي بيفضل الإشارة على الشيء المشار إليه والمظهر على الجوهر والتمثيل عن الواقع؟ هل ساعتها فكرت يعني إيه بيفضل الإشارة على الشيء المشار إليه؟ أهو معناها اللي إحنا لسه قايلينه ده. يعني لو الصحيان بدري إشارة للنشاط، تلاقي الواحد يهتم انه يصحى بدري اكتر من اهتمامه انه يكون نشيط.
بدل ما يصحى بدري يلعب رياضة عشان يبدأ يومه كويس، لا، يصحى بدري ويفضل قاعد ما يعملش حاجة أو أي حاجة من اللي احنا لسه حاكين فيها دي. طيب هو ليه يعني الناس بتطبق المظهر ومش بتطبق الجوهر؟ عشان ببساطة أسهل. يعني الواحد عشان يعمل حاجة حقيقية بيحتاج تدريب واجتهاد وصبر وتعب، كل ده وجع قلب. طيب وعلى إيه؟ ما أنا لما أعمل نفس الشكل من بره هبان إن أنا ناجح وهاخد نفس النتيجة الاجتماعية. وأشباه التيك توك بدل ما يتعب ويشتغل على محتوى حقيقي ويكون ليه هدف بيختار الحل الأسهل وهيبان ناجح ومشهور. وكده كده هدفهم هو الفلوس أصلا مش أي حاجة تانية، فيتعب نفسه ليه؟ هتقولي يعني يا حاج ايه الحل دلوقتي؟ كل مرة انت تفضل تقول لي الحل ايه؟ لو انا ما قلتش تحتاس انت على طول. طب مش قايل الحل، ها هتعمل ايه بقى؟ بهزر معاك. هقول لك الحل انك ترجع تتفرج على الحلقة اللي فاتت بتاعت القدوة، انا قلت الحل فيها. الحاج مش عايز يكرر نفسه ويكون ممل برضه، لازم اكون حسيس. بس هقول لك نصيحة واحدة مهمة، خليك حقيقي اصلي مش شبيه لحد ولا نسخة مضروبة، وما تقبلش بنسخة مضروبة في اي حاجة في الدنيا، لاننا خلاص بقينا عايشين في مجتمع كله بقى مضروب. وزي ما قال الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه لما كان بيسخر من المجتمع في مقال تأثير الهالة، هكذا في سن ال40 توصلت إلى أن سر النجاح في الحياة ليس أن تكون بل أن تبدو. نظريه سميتها الشبهيه، ان احنا في الامه العربيه عندنا كل حاجه بالظبط زي اللي في العالم. يعني لو تيجي لكره القدم تلاقي عندنا اتحاد لكره القدم، وتلاقي عندنا ملاعب لكره القدم، وفي مدرجات لجمهور كره القدم، وفي غرف ملابس للاعبي كره القدم، وبينزل 22 لعيب زي العالم بحاله لابسين حاجات مختلفه ويقفوا قدام بعض، وكوره زي اللي موجوده في العالم، وعندنا حكام معاهم صفاره زي اللي موجوده برضه، جمهور بيشجع زي العالم بالظبط. انما اللي بيتلعب ده مش كره قدم، هي شبه كره القدم. فدي نظريه الشبهيه. عندنا افلام وعندنا كاميرات تصوير زي اللي بيحصل في العالم بالظبط، بس هي مش سر قوي، هي شبه، فهي شبهيه. فاحنا في حياتنا كلها، في اقتصادنا، في صناعتنا، في زراعتنا، كاننا بالظبط، بس احنا شبه. فانا ارجو ان نظريه الشبهيه دي قريبا تتكسر ونبقى بجد مش شبه.